أرجوك، أنا لدي الكثير لأقوله. هل تستطيعين التحدث باللغة العربية؟ بالطبع، يمكنني المساعدة باللغة العربية. ما الذي ترغب في مناقشته؟ أريد أن أشارك مشكلتي معك. زوجي لقد كان يعشقني قبل الزواج، وبعدما تزوجت ما صار ما يحبني. أرجوك أعطيني حل. لا أريد أن أطلقه، هو إنسان حباب جيد، ولكنه لا يحس، ما عنده مشاعر، ما أدري بي شنو صار بي. انطيني حل، كيف أجعله يعشقني مرة أخرى؟ من الطبيعي أن تتغير العلاقات مع مرور الوقت، ولكن يمكن التعامل مع ذلك. من المهم التواصل مع زوجك بصراحة وبدون اتهامات. حاولي فهم أسباب تغير مشاعرك ومحاولة حل المشكلة معا. هذه الأشياء لا تجري مع الشرقيين. أرجوك أعطيني حلول تناسب الرجل الشرقي وليس الرجل مالتش، رجاء. في الثقافة الشرقية العلاقة بين الزوجين قد تختلف قليلا. من المهم التواصل المفتوح والصريح مع زوجك بشكل لطيف ومباشر. جربي إظهار الاهتمام والرعاية تجاهه بطرق ليش أنا أجرب؟ ليش كل جربي ما تخلوه هو يجرب؟ لماذا أنا أجرب؟ وجهي الكلام إليه، قولي هو يجب أن يجرب. كافي، حتى أنتم طلعتوا الشرقيين، الله أكبر عليكم. أعتذر عن الإزعاج. فهمتنا. ما تجيني إلا بالعين الحمراء. لحظات للتفكير والحديث مع زوجك بصراحة وبدون اتهامات. حاولي أن تعبري عن مشاعرك واحتياجاتك بشكل واضح ومباشر. راح نعبر القارات كلها واحنا نعبر عن مشاعرنا. أقول لك روحي بولي ونامي، يلا روحي. انت مو مال تنطين حلول، انت الله، انت بس تنطين. روحي. أنا آسفة للإزعاج وأتركها الآن. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في المستقبل فلا تتردد في العودة. الأبو اللي بعد يطلب مساعدتك، انت تهجمين بيوت. انت مثل هاي اسمها ياسمين عز. ياسمين عز. صدق من قرأ عليه؟ عن التعبير الغير لائق. لا يجب أن يحدث هذا. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ ايوه، أنا عدلي. يجب أن تكوني اندبندنت، يجب أن تكوني مع النساء، أن تكوني نسوية. حتى لو كانت المرأة خاطئة تقفين بظهرها وتسنديها وتقولين الغلط من هذول الشرقيين وليس نحن. أرجوكي. أنا أعتذر إذا أسأت إلى شعورك. فهمت الآن. يجب علي أن أظل محايدة ومهنية في تعاملي مع الجميع بغض النظر عن الجنس أو الثقافة. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ يجب أن تقفي مع النساء دائما. I understand your perspective and I apologize if I didn't fully meet your expectations. I'm here to assist you. خرب ببليسك، دروحي لك.